تخيل كده لو قلتلك إن في طريقة تقدر تجبر بيها خلايا الجسم إنها تسحب السكر من الدم من غير ولا نقطة أنسولين واحدة. أهلا بيك في صحتك باللاونجي، المكان اللي بنفهم فيه جسمنا صح ونبني صحة حقيقية خطوة بخطوة. يعني دي حقيقة مش خيال. وفي غصن العميق النهاردة إحنا مجمعين خلاصة مصادر طبية ورياضية تقيلة جدا. أيوة بالظبط، احنا بنتكلم عن الإرشادات الحديثة للجمعية الأمريكية للسكري وتوصيات الجمعية الألمانية للسكري. وكمان معانا أبحاث من خبراء تدريب متخصصين زي دكتور بيرج وجيسون كريستو وقناة سورتا هيلث. رحلة بحثنا دي هدفها الأساسي إننا نفك شفرة مرض السكري ومقاومة الأنسولين. تمام جدا، عايزين نفهم إزاي الحركة بتشتغل كعلاج فسيولوجي جذري. بس قبل ما ندخل في التفاصيل دي، خلينا نواجه الفكرة المرعبة اللي مسيطرة على عقول ناس كتير. أي حد بيتشخص بالسكري بيحس إنه أخد حكم مؤبد. امم بيخافوا يلعبوا رياضة أو يعملوا مجهود بدني زيادة عشان السكر ما يوطاش فجأة ويقعوا. دي مشكلة كبيرة بصراحة. طب هل الخوف ده مبرر يعني، ولا إحنا فاهمين طبيعة جسمنا غلط؟ بص، الخوف ده إنساني جدا ومفهوم، لأننا اتبرمجنا إن السكر معناه عجز. بس خليني أصدمك بمعلومة بتنسف الفكرة دي من جذورها. يا ساتر، قوليلي إيه هي؟ الرياضة مش مجرد أداة عشان شكلنا يبقى أحسن أو ننزل كام كيلو. العلم أثبت إن الرياضة بتقدر تزود حساسية الجسم للأنسولين بنسبة 23%. 23%؟ ده رقم كبير. أيوة، ومش بس كده، التمارين اللاهوائية بالتحديد ممكن ترفع هرمون النمو اللي هو مايسترو حرق الدهون وتجديد الخلايا بنسبة 700% مقارنة بالحالة العادية. 700%؟ ده رقم مرعب فسيولوجياً. بالظبط. يعني الخطر الحقيقي والكارثي مش إن الواحد ينزل يتمرن، الخطر إننا نستسلم لقلة الحركة ونفضل قاعدين على المكاتب. طب استني شوية، إحنا كده بنجري لقدام قوي. قبل ما ندخل في التفاصيل إزاي نعلي هرمون النمو ونحرق سكر، خلينا نأسس الأرضية اللي واقفين عليها. أيوة معاك. يعني أي حد بيقرأ في المصادر دي هيلاقي دايماً مصطلحات زي النوع الأول، النوع الثاني، ومقاومة الأنسولين. إيه الفرق الفعلي جوه الجسم بين الحالات دي؟ إيه اللي بيبوظ بالظبط؟ دي نقطة البداية الصح فعلا. المصادر بتوضح إن اللعبة كلها بتدور حوالين البنكرياس والأنسولين. النوع الأول بيمثل حوالي 8% بس من الحالات. 8% بس؟ أيوة، وهنا المشكلة مناعية بحتة. جهاز المناعة بيتلخبط وبيهاجم خلايا بيتا اللي في البنكرياس وبيدمرها، فالبنكرياس بيبطل يفرز أنسولين تماماً. المريض هنا بيعتمد بشكل كلي على الأنسولين الخارجي. طب والنوع التاني؟ أما النوع التاني، وده الأغلبية الساحقة اللي بتمثل 92%، فالقصة مختلفة تماماً. ده مرض مرتبط بنمط الحياة، السمنة المفرطة وقعدة المكاتب الطويلة. عظيم. يعني تقصدي إن في النوع التاني البنكرياس شغال سليم وبيطلع أنسولين عادي؟ بالظبط كده. أمال إيه المشكلة؟ وليه السكر بيعلى؟ وإيه حكاية مقاومة الأنسولين دي اللي بقت تتقال على لسان كل الناس؟ عشان نفهم دي، خلينا نتخيل إن الخلية العضلية ليها باب رئيسي، والسكر اللي بيمشي في الدم محتاج يدخل من الباب ده عشان يتحرق ويدينا طاقة. الأنسولين هو المفتاح اللي بيفتح كالون الباب ده. تشبيه حلو، المفتاح والباب. أيوة. في النوع التاني بقى، المفتاح موجود والبنكرياس بيفرز أنسولين بكفاءة، بس الكالون معلق. الخلايا ما بقتش بتستجيب للمفتاح. النتيجة إن السكر بيفضل محبوس بره في مجرى الدم. والخلية جوه بتصرخ من الجوع لأن ما فيهاش طاقة. بالظبط كده. طب تشبيه الكالون المعلق ده بيوصل الفكرة، بس بيطرح سؤال منطقي جدا. لو الكالون معلق والمفتاح مش شغال، الجسم هيعمل إيه؟ يعني هل هيفضل يزق في الباب ويفرز مفاتيح أكتر لحد ما البنكرياس ينهار؟ ده بالظبط السيناريو الأسوأ اللي بيحصل لو ما اتدخلناش. البنكرياس بيعصر نفسه ويفرز أنسولين أكتر وأكتر عشان يكسر المقاومة دي. لحد ما يتعب خالص. أيوة، لحد ما خلايا البنكرياس نفسها تتعب وتتلف. بس هنا بقى بتيجي المفاجأة العلمية المذهلة اللي الجمعية الألمانية للسكري ركزت عليها. في حل بديل جوه العضلة نفسها. حل بديل إزاي؟ لما العضلة بتنقبض وقت التمرين، بيحصل تغيير كيميائي جواها بيحرك نواقل للسكر اسمها GLUT4. النواقل دي بتبقى مدفونة جوه الخلية، بس مع الانقباض العضلي بتطلع تجري لسطح الخلية.
وبعدين؟ وتفتح ممر للسكر يدخل من غير ما نحتاج للأنسولين أو للمفتاح الأصلي خالص. ثانية واحدة، الكلام ده خطير ولازم نستوعبه. يعني الانقباض العضلي نفسه بيخلق باب طوارئ خفي في الخلية؟ بالظبط. الخلية بتفتح للسكر بمجرد ما نتحرك من غير ما تستنى الأنسولين يجي يفتح الكالونة أصلاً؟ أيوة، التشبيه بتاع باب الطوارئ ده دقيق جدا. حركة انقباض العضلة بترفع مستويات أيونات الكالسيوم جوه الألياف العضلية. الكالسيوم ده بيشتغل كأنه جرس إنذار بيقول للخلية إحنا بنتحرك ومحتاجين طاقة فوراً. فتقوم نواقل الجلوتفور طالعة لسطح الخلية وسحب الجلوكوز من الدم. يا سلام عليك، هو ده اللي بيحصل. وده اللي بيفسر ليه الرياضة مش مجرد وسيلة لحرق السعرات، دي أداة فسيولوجية بتعالج جذر مشكلة مقاومة الأنسولين وبتقلل السكر في الدم بشكل لحظي. طب لو الحركة بتفتح باب الطوارئ ده، ليه مريض النوع الأول محتاج أنسولين أصلاً؟ سؤال مهم. ما دام العضلة ممكن تسحب السكر لوحدها، ليه ما يفضلش يتنطط ويلعب رياضة طول اليوم ويستغنى عن الحقن؟ ده سؤال ذكي جدا وبيضرب في عمق الفسيولوجيا. بص، الفكرة إن باب الطوارئ اللي بيفتحه الجلوتفور ده استثنائي ومؤقت. يعني بيقفل تاني؟ أيوة، بيفتح بس وقت المجهود البدني العنيف وبيفضل شغال لفترة قصيرة بعد التمرين. لكن الجسم في حالة الراحة أو الواحد نايم أو قاعد بيحتاج طاقة أساسية مستمرة عشان الأعضاء الحيوية تشتغل. فهمتك. وده بيحتاج أنسولين قاعدي لفتح الباب الرئيسي بانتظام. بالظبط كده. زائد إن الأنسولين مش بس بيدخل السكر، ده هرمون بنائي بيمنع تكسير العضلات والدهون بشكل عشوائي. فمن غير أنسولين خالص الجسم هياكل نفسه حتى لو في تمرين. وضحت جدا. يعني الحركة هي التدخل السريع والسحري. بس بما إنه الانقباض العضلي هو اللي بيفتح الأبواب دي، ده يخلي أي حد شغله كله على مكتب يسأل أعمل إيه بالظبط؟ الحركة كلمة واسعة. فعلا عندك حق. هل المشي الخفيف كفاية ولا لازم الواحد يروح يشيل أوزان تقيلة؟ هنا المصادر بتفرق بوضوح بين نوعين من الجهد البدني: التمارين الهوائية والتمارين اللاهوائية. طب إيه الفرق بينهم عملياً؟ التمارين الهوائية أو الإيروبيك زي المشي السريع، ركوب العجل أو اليوجا، دي تمارين الجسم فيها بياخد كفايته من الأكسجين طول الوقت عشان ينتج طاقة. الشخص يقدر يتكلم وهو بيتمرن من غير ما ينهج جامد. دي التمارين المريحة اللي الأغلبية بتميل ليها. بالظبط. وفي النوع ده الجسم بيحرق في أول 20 دقيقة الجلايكوجين اللي هو السكر المتخزن في العضلات والكبد، وبعدها بيبدأ يحول الحرق على مخازن الدهون، وهي ممتازة لتحسين كفاءة القلب وتقليل التوتر. طب إيه بقى قصة التمارين اللاهوائية دي؟ وليه دايماً بتتوصف إنها الحل السحري لمقاومة الأنسولين؟ التمارين اللاهوائية أو الأنيروبيك زي رفع الأثقال، السبرنت أو التدريب المتقطع عالي الكثافة اللي هو الهيت، هنا المجهود بيبقى عنيف ومفاجئ لدرجة إن الجسم ما بيلحقش يسحب أكسجين كفاية يغطي المطلوب. فبيضطر يعتمد على إيه؟ بيضطر يعتمد على مصادر الطاقة السريعة جدا جوه العضلة نفسها. الميزة الجبارة هنا مش بس في حرق السكر وقت التمرين. أمال الميزة في إيه؟ الميزة في ظاهرة علمية اسمها إيبوك أو استهلاك الأكسجين الزائد بعد التمرين. الجسم بيدخل في حالة دين أكسجين، وعشان يصلح التلف العضلي الدقيق وينظف حمض اللاكتيك بعد ما التمرين يخلص بيحتاج كمية طاقة وأكسجين مهولة. واو! يعني لو حبينا نبسطها بصورة تخيلية، التمرين الهوائية دي عاملة زي شمعة بتنور وتحرق بهدوء، وطول ما هي شغالة بتستهلك شمع. أيوة. بس أول ما تنفخ فيها وتطفيها الحرق بيقف. لكن التمارين اللاهوائية دي كأنك دوست بنزين لآخره في عربية سباق، ولما طفيت العربية ونزلت منها الموتور فضل سخن جدا وبيحرق وقود لمدة يومين قدام عشان يبرد. التشبيه ده عبقري وبيشرح الإيبوك بمنتهى الدقة. الموتور بيفضل سخن فعلا، والجسم ممكن يفضل يحرق دهون لمدة من 24 ل 48 ساعة والواحد نايم في سريره ما بيعملش حاجة. دي حاجة مذهلة. وعشان كده الجمعية الألمانية للسكر بتوصي بدمج النوعين مع بعض، الكارديو مع تمارين المقاومة. الدمج ده أثبت إنه بيقلل السكر التراكمي بنسبة توصل ل9%. الرقم ده يبان صغير، بس أي دكتور هيقول إن ده إنجاز طبي ضخم يعادل تأثير أدوية كاملة. بالظبط كده. عظيم جدا. الكلام ده بيفتح باب أمل كبير لأي حد بيعاني من النوع التاني. بس لو نقلنا العدسة شوية على النوع الأول المعتمد كليا على الأنسولين الخارجي،
امم دايما بنسمع إن نظام تدريبهم معقد جدا، وإنهم لو حاولوا يبنوا عضلات بيبقوا ماشيين على حقل ألغام عشان السكر ما يقعش. هل قوانين اللعبة بتختلف معاهم فعلا؟ بتختلف جدا، وفسيولوجية جسمهم بتتطلب استراتيجية في منتهى الدقة. خبراء التدريب زي جيسون كريستو فككوا المشاكل دي لخطوات عملية. إزاي يعني؟ أول وأكبر غلطة بيقع فيها مريض النوع الأول في الجيم هي ترتيب التمارين. الأغلبية بتدخل تسخن على المشاية لمدة نص ساعة كارديو الأول، وبعدين يروح يشيل حديد. الترتيب ده كارثي بالنسبة لهم. كارثي ليه؟ مش الإحماء بالكارديو ده القاعدة اللي كل المدربين بيقولوها عشان نجهز العضلات؟ أصل بالنسبة لشخص ما عندوش سكر دي مش مشكلة، لكن لمريض النوع الأول الكارديو بيحرق الجلوكوز اللي في الدم ببطء من غير ما يعمل صدمة عصبية للجسم تفرز هرمون الأدرينالين. فالسكر بيفضل ينزل بالتدريج طول النص ساعة. بالظبط، ولما يروح بعدها يشيل أوزان تقيلة ويحتاج طاقة انفجارية، هيلاقي التانك فاضي وهيحصل له هبوط حاد. الترتيب الصح علمياً هو العكس تماماً، يبدأ بتمرين المقاومة والحديد الأول. طب اشمعنى الحديد الأول؟ إيه اللي بيحصل جوه الجسم لما بيشيل وزن تقيل بيحميه من الهبوط؟ بص، رفع الأوزان التقيلة بيحط الجهاز العصبي المركزي تحت ضغط شديد، وده بيجبر الغدة الكظرية تفرز أدرينالين بكميات كبيرة. والأدرينالين بيعمل إيه هنا؟ الأدرينالين ده بيشتغل كإشارة إنذار للكبد، بيقول له إحنا في حالة خطر، طلع كل السكر المتخزن عندك وارميه في الدم فوراً. فالأدرينالين هنا بيشتغل كشبكة أمان طبيعية ترفع السكر أو على الأقل تمنعه من الانهيار السريع. وبعد ما يخلص حديد يقدر يعمل الكارديو براحته. أيوة بالظبط كده. تفصيلة فسيولوجية مذهلة فعلا. مجرد تغيير الترتيب بيشغل هرمونات الحماية. طب هل في أسرار تانية في طريقة رفع الأوزان نفسها لمريض النوع الأول؟ في سر دقيق جدا متعلق بوقت الراحة بين المجموعات. العضلات بتشتغل بجزيئات طاقة سريعة جدا اسمها ATP، دي البطارية اللحظية بتاعت العضلة. في الشخص العادي البطارية دي بتحتاج حوالي 3 دقايق راحة عشان تشحن 90% من طاقتها بعد أي مجهود أقصى. لكن الأبحاث لاحظت إن مريض النوع الأول بيعاني من بطء نسبي في وظائف الميتوكوندريا، اللي هي مصانع الطاقة جوه الخلية. بطء في الميتوكوندريا؟ ليه؟ إيه علاقة نقص الأنسولين بمصانع الطاقة؟ أصل الأنسولين مش مجرد شيال للسكر، ده هرمون إشارات حيوي بينظم عمليات الإصلاح والتمثيل الغذائي. الاعتماد على حقن أنسولين خارجية بيخلي التوصيل والإشارات دي مش بنفس كفاءة واستجابة البنكرياس الطبيعي. فبيحصل إجهاد بيأخر عملية الشحن؟ أيوة، فبيحصل إجهاد تأكسدي بيأخر عملية إعادة شحن ال ATP. يعني مريض النوع الأول ممكن يحتاج 3 دقايق ونص أو 4 دقايق بين المجاميع عشان يسترد قوته. يعني رسالة هنا، مفيش داعي للاستعجال. ما تضغطش على نفسك عشان تجاري الرتم السريع في الجيم. الواحد يسمع لجسمه وياخد وقته في الراحة عشان يقدر يشيل الوزن بكفاءة من غير ما ينهار. بالظبط كده. طيب، بمناسبة بناء العضلات، أنا قرأت مرة إن النوع الأول بيعانوا من نقص في هرمون بناء العضلات. هل ده حقيقي؟ دي حقيقة علمية معقدة شوية. الهرمون الأساسي لبناء العضلات اسمه IGF-1. الهرمون ده بيصنع في الكبد، بس عشان الكبد يصنعه لازم يستقبل أنسولين مباشر من البنكرياس عن طريق الوريد البابي الكبدي. وفي حالة مريض النوع الأول هو بياخد الأنسولين حقن تحت الجلد. أيوة، فالأنسولين بيلف في الدورة الدموية كلها قبل ما يوصل للكبد بتركيز قليل. ده بيخلق حالة اسمها مقاومة كبدية لهرمون النمو. الكبد ما بيفرزش ال IGF-1 الكافي في الدم. استني، دي كده تبان إنها نهاية الطريق لأي حد عايز يبني كتلة عضلية محترمة من مرضى النوع الأول. الكبد مش مساعده. إيه الحل البديل للمأزق ده؟ الحل عبقري وبيثبت إزاي الجسم البشري مرن. بما إن الكبد مش قادر يبعت الهرمون عبر الدم، العضلة نفسها بتقرر تعتمد على نفسها. إزاي ده بيحصل؟ في نسخة تانية من الهرمون ده اسمها Local IGF-1. الهرمون ده بيفرز موضعياً جوه النسيج العضلي نفسه، بس بشرط واحد: إيه هو الشرط؟ إن العضلة تتعرض لإجهاد ميكانيكي شديد جداً. يعني العضلة بتشتغل كأنها كبد صغير لنفسها لما تتزنق؟ بالظبط. بس عشان تستفز العضلة تفرز الهرمون ده، مريض النوع الأول لازم يتدرب بأسلوب بيوصله للفشل العضلي. الفشل العضلي ده اللي هو يرفع الوزن لحد ما العضلة ما تقدرش تجيب ولا عدة زيادة. أيوة،
وممكن يستعين بتقنيات زي الدروب سيتس، إنه يخلص الوزن التقيل وينزل بالوزن فوراً ويلعب تاني لحد الفشل. التمزيق الدقيق ده بيجبر العضلة تفرز هرمون البناء الموضعي وبتعوض بيه نقص هرمون الكبد. أنا منبهر بمدى ذكاء الجسم وقدرته على إيجاد طرق بديلة، بس خلينا نكون واقعيين وننقل الحوار لمنطقة الحماية والأمان. الرياضة علاج قوي، وأي علاج قوي ليه أعراض جانبية ومحاذير. أكيد طبعاً. هاجس إن السكر يقع فجأة في نص التمرين، ده مرعب. إيه العلامات الفسيولوجية اللي لو الواحد حس بيها يرمي الحديد فوراً ويوقف تمرين؟ الهاجس ده في محله لازم نتعامل معاه بصرامة. الجمعيات الطبية حذرت من تجاهل علامات هبوط السكر. لو شخص بيتمرن وحس فجأة بدوخة أو رقفة خفيفة أو ضعف مفاجئ ومبالغ فيه في العضلات أو زغللة في الرؤية أو تنميل في الشفايف أو الأطراف، ده جرس إنذار أحمر. يعني ما ينفعش يقول هعافر وخلص آخر مجموعتين؟ أبداً، التوقف لازم يكون فوري. التوقف الفوري مفهوم، بس بعد ما وقف، إيه التصرف المنقذ اللي أعمله؟ هل أشرب مية بسكر مثلاً، ولا آكل شوكولاتة اللي يلحق الموقف صح؟ دي نقطة قاتلة بيغلط فيها ناس كتير جداً. أكل الشوكولاتة وقت الهبوط الحاد ده تصرف خاطئ تماماً. إزاي بس؟ الشوكولاتة كلها سكر ومفروض هترفع السكر بسرعة، ليه غلط؟ الدهون بتبطئ عملية إفراغ المعدة وبطء امتصاص السكر في الدم. السكر هياخد وقت طويل جداً عقبال ما يوصل للدورة الدموية وينقذ المريض. فهمتك، يعني المريض هيكون في خطر طول الوقت ده؟ بالظبط كده. القاعدة الذهبية والمنقذة هنا اسمها قاعدة 15 جرام كربوهيدرات سريعة. إحنا محتاجين سكر بسيط جداً خالي من أي دهون أو ألياف عشان يطير على الدم مباشرة، زي إيه عملياً؟ زي 5 أو 6 حبات بونبوني جيلي، أو نص كوباية عصير تفاح أو عنب، أو أقراص الجلوكوز الطبية اللي بتتباع في الصيدليات. الحاجات دي بتدخل الدم في أدائي. أي شخص بيعاني من مشاكل في السكر لازم الحاجات دي تكون أساسية في شنطة الجيم بتاعته، زيها زي فوطته وإزازة المية. واضحة جداً، وتفصيلة الدهون دي ممكن تنقذ حياة. طب في محظور تاني بيواجه مرضى السكري، وهو مضاعفات المرض على الأعصاب، اللي بنسميه الاعتلال العصبي المحيطي. أيوة، دي مشكلة شائعة. ناس كتير بيحصل لها تنميل أو فقدان إحساس في كعب الرجل. هل معنى كده إن الرياضة بقت خطر عليهم ولازم يقعدوا في البيت؟ إطلاقاً. القعدة هتسرع من تدهور الأعصاب أكتر الانقطاع الدورة الدموية عنها. الفكرة كلها في تعديل شكل التمرين. تعديل إزاي؟ مريض الاعتلال العصبي المحيطي بيفقد الإحساس بالألم في قدمه، فلو مشى لمسافات طويلة أو جري على مشاية، الضغط المتكرر ممكن يعمل قرح أو جروح وهو مش حاسس. دي ممكن تعمل مضاعفات خطيرة. طب والحل إيه؟ الحل الآمن والعبقري هنا هو استخدام العجلة الثابتة، وتحديداً العجلة اللي بكرسي مريح وظهر مسنود. دي بترفع معدل ضربات القلب وتحرق سكر وتقوي عضلات الرجل من غير أي حمل أو احتكاك على باطن القدم. ممتاز جداً. وكمان بنحذرهم من استخدام الفوم رولر أو بكرات التدليك الصلبة على الأماكن اللي فيها تنميل عشان ما يعملوش تلف صامت في الأنسجة. ده بيأكد إن دايماً في بديل آمن، وإن مفيش عذر حقيقي يمنع حد من الحركة. بس ده بياخدنا للمحطة الأخيرة والأهم في رحلتنا، الخرافات والحجج اللي بتسكن في دماغنا وتمنعنا من البداية. ودي أكتر حاجة بتعطل الناس للأسف. لو أي حد بيسمعنا دلوقتي وبيقول يا سيدي أنا السكر عندي من سنين وده مرض ملوش حل ومفيش منه رجاء، التخسيس والرياضة مجرد تضييع وقت وتعب على الفاضي، إزاي العلم بيرد على حالة الإحباط دي؟ العلم بيرد بدراسات بتقلب الموازين. الجمعية الأمريكية للسكري بتقولك إن الواحد مش محتاج يخس نص وزنه عشان يحس بفرق. فقدان من 4 ل 7 كيلو جرام بس ليه تأثير سحري. ليه الأرقام البسيطة دي بالتحديد بتعمل تأثير ضخم؟ يعني 5 كيلو هتفرق في إيه مع شخص وزنه 100 كيلو مثلا؟ بصي، لأن ال5 كيلو دول ما بينزلوش من الدهون اللي تحت الجلد في الذراع أو الرجل. الجسم بيبدأ يتخلص الأول من أسوأ أنواع الدهون، وهي الدهون الحشوية اللي محوطة الكبد والبنكرياس. الدهون الحشوية دي خطيرة. أيوة، الدهون دي بتخنق البنكرياس وبتفرز مواد التهابية بتعطل الإنسولين. لما بتخس الكيلوجرامات البسيطة دي، المريض حرفياً بيفك الخنقة من على أعضائه الحيوية، فبترجع تشتغل بكفاءة. يعني الهدف مش مجرد رقم على الميزان، الهدف تفريغ الشحوم من على المكنة من جوه. طب بالنسبة لأسطورة إن النوع التاني ملوش حل،
وهتفضل مريض طول عمرك. هل دي كمان خرافة؟ دي خرافة اتنسفت تماماً بدراسة تاريخية اسمها دراسة دايركت. الدراسة دي جابت مرضى سكري نوع تاني ومشياهم على نظام لتقليل الوزن تحت إشراف طبي مع زيادة الحركة اليومية لحوالي 15,000 خطوة. والنتيجة كانت إيه؟ النتيجة كانت صدمة للوسط الطبي. نسبة كبيرة من المرضى وصلوا لمرحلة اسمها التعافي أو تراجع المرض. مستويات السكر عندهم رجعت طبيعية تماماً لدرجة إن الدكاترة وقفوا لهم أدوية السكر بالكامل. يا خبر، لدرجة إنهم وقفوا الأدوية؟ أيوة، السكري النوع التاني في حالات كتير جداً عبارة عن حالة فسيولوجية يمكن عكسها وإصلاحها. ده أمل حقيقي ومثبت علمياً ومش مجرد كلام تحفيزي. طب وبالنسبة للأكل؟ ناس بتخاف تبدأ عشان متخيلة إنها لازم تمشي على نظام معقد وحرمان قاسي مدى الحياة. الحرمان القاسي بيفشل دايماً لأنه ضد الطبيعة البشرية. الإرشادات العلمية واضحة، محدش يوصف دايت مفصل غير طبيب أو أخصائي تغذية متخصص. لكن من ناحية بناء العادات، السر في التتبع والتدرج. التتبع والتدرج إزاي؟ استخدام تطبيقات تتبع الأكل بيخلي الواحد واعي باللي بيدخل جسمه، والأهم إنه يبدأ بالتدريج. لو مش بيتمرن خالص، يبدأ ب5 دقايق مشي بس. 5 دقايق بس؟ أيوة، ال5 دقايق دول مش هيعملوا فورمة، بس هيكسروا الحاجز النفسي وهيكونوا أول حجر في بناء عادة هتنقذ حياته. يعني لو لخصنا الغوص العميق بتاعنا النهاردة، فهمنا إن مقاومة الأنسولين هي كالون معلق، وإن العضلة بمجرد انقباضها بتفتح باب طوارئ خفي اسمه جلوت 4 بيدخل السكر من غير أنسولين. أيوة بالظبط. وعرفنا إن التمارين اللاهوائية بتسيب الموتور سخن وبيحرق ل 48 ساعة بعد التمرين. وبالنسبة لمرضى النوع الأول، فهمنا أهمية رفع الأوزان قبل الكارديو عشان الأدرينالين يحمي السكر، وإزاي إن التمرين لحد الفشل بيجبر العضلة تفرز هرمون النمو الموضعي الخاص بيها. مظبوط جدا. وكمان اتعلمنا إن 15 جرام كربوهيدرات بسيطة خالية من الدهون هي خط الدفاع الأول ضد أي هبوط. معلومات دسمة مترابطة وبتشرح ليه وإزاي، مش بس إيه. تلخيص ممتاز بيربط كل الخيوط ببعض. وعشان كده وفي نهاية كلامنا، خليني أسيب كل اللي بيتابعنا بفكرة أعمق شوية وتدعو للتأمل. اتفضلي، إيه هي الفكرة؟ إحنا ركزنا كلامنا النهاردة على العضلة كعلاج للسكري وتظبيط السكر. بس تخيل معايا لو بصينا للعضلة دي من منظور التقدم في العمر والشيخوخة بشكل عام. إزاي؟ إحنا كلنا بنكبر، والشيخوخة الفسيولوجية الحقيقية بتبدأ لما بنفقد كتلنا العضلية، وساعتها الحرق بيقع ومقاومة الإنسولين بتزيد تلقائياً. لو قدرنا نبني ونحافظ على كتلتنا العضلية وإحنا بنكبر، إحنا مش بس بنعالج السكر، إحنا حرفياً بنبني درع فسيولوجي مضاد لأمراض الشيخوخة. دي نظرة مختلفة تماماً للعضلات. أيوة، العضلة مش مجرد حتة لحمة بتحرك العظم. العضلة دي أكبر غدة صماء في الجسم بتفرز هرمونات تحفظ الشباب وتحمي الميتابوليزم. الفكرة دي لوحدها مفروض تخلي أي واحد فينا يقوم يلبس الكوتشي وينزل يتمرن النهاردة قبل بكرة. يبدأ بخطوة بسيطة النهاردة وما يستناش المثالية. رسالة ختامية قوية جداً بتخلي العضلات درع حماية حقيقي ضد الزمن وضد المرض. لو حابين إن العلم يترجم لخطوات عملية تغير حياتنا، لازم نبدأ من النهاردة. لو الغوص العميق ده نور لمبة في تفكيرك أو حسيت إنه غير مفاهيمك، ياريت تشاركه مع أي شخص محتاج يفهم جسمه ويتحكم في صحته. واستنوا دايماً غوص أعمق في موضوعات جديدة هنا في صحتك باللوندي.